ربنا خلق الأرض وخلق فيها كتير من المخلوقات الفريدة اللي أعدادهم تكاد تكون لا تحصى، منهم القوي والسريع والذكي وصفات تانية كتير. وكل كائن ربنا ميزه بشيء معين بيقدر يستغله ويستخدمه لمصلحته بأفضل شكل. بعض الكائنات دي بتمتلك قدرات استثنائية تفوق الخيال، ولولا قدرنا نرصدها ونشوفها بالعين ما كانش حد يصدقها. وده جزء بسيط يبين لك عظمة الخالق سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. هنتكلم في الحلقة دي عن واحد من أعجب الكائنات البحرية الخارقة للطبيعة، الروبيان السرعوف أو روبيان فرس النبي. وتسمى بكده لأنه بيشبه حشرة السرعوف جدا، وفي منه بعض الأنواع تكاد تكون نسخة طبق الأصل من السرعوف، نفس وقفته وتحركاته ونفس الخطاطيف اللي بيمتلكها ونفس أسلوبه حتى في الصيد. وتسمى كمان بالروبيان الطاووس والروبيان المهرج عشان ألوانه الزاهية الجميلة. طوله بيبدأ من 10 ل 30 سنتي، وفي بعض الأحيان بيوصل ل 40 سنتي. كائن صغير بطول قلم أو مسطرة، بس أفضل وصف تقدر توصفه بيه هو إنه نينجا مصغر. عنده براعة هندسية كبيرة في إنشاء مسكنه، ويعتبر صياد نشيط جدا وخطر كبير لكتير من الكائنات البحرية. والسر في كده بيرجع لقدراته الاستثنائية اللي بيتميز بيها عن أي كائن حي تاني على وش الأرض، زي إنه عنده رؤية بزاوية 360 درجة، وكل عين من عيونه بتقدر تتحرك بشكل مستقل في أي اتجاه، زي عيون الحرباية كده بالظبط. يعني يقدر ببساطة يبص بعين ورا ظهره والعين التانية قدامه، بحيث يكون شايف قدامه وورا في نفس الوقت. ضيف كمان على ده إنه بيمتلك واحدة من أقوى حواس البصر في عالم الحيوان، يعني حرفيا وهو واقف بس بيكون كاشف كل المجال والأجسام اللي حواليه بسهولة، زي الرادار بالظبط. ده غير كمان إنه بيقدر يشوف الألوان بجودة عالية جدا، منها ألوان كتير إحنا مش بنقدر نشوفها وما نعرفش عنها حاجة لحد دلوقتي برغم تقدمنا التقني. حتى الألوان اللي بنشوفها كبشر بيشوفها هو أوضح بكتير. وزيدك من الشعر بيت، بيقدر يشوف كمان الضوء المستقطب، وده باختصار شديد نوع من الضوء بيكون ماشي في خط مستقيم في اتجاه واحد بس، مش بيهتز في كل الاتجاهات. إحنا كبشر مش بنشوفه بعينينا، بس بنشوف تأثيره في حاجات زي الجزء الملون مثلا في زجاج السيارات أو النضارة الشمسية. الاتنين بيقللوا انعكاس ضوء الشمس، هو بيشوف التأثير ده بقى عادي جدا. وبيشوف نوع تاني اسمه الضوء المستقطب دائريا، وده بقى مستوى أكتر تعقيدا بكتير من اللي فات. بدل ما الضوء يمشي في خط مستقيم، بيلف حوالين نفسه زي حلزون كده في الاتجاه اليمين أو اليسار. ومفيش مخلوق معروف علميا على وش الأرض غير الروبيان السرعوف بيقدر يشوف التأثير ده، وده بيخليه يشوف تفاصيل حتى أحدث أدوات التكنولوجيا مش بتقدر تميزها بشكل طبيعي. والمثير للإعجاب بشكل خيالي هنا إنهم بيقدروا يتواصلوا من خلال النوعين دول من الضوء، بيبعتوا إشارات ضوئية سرية باستخدام عيونهم، بحيث يخلوا الضوء يهتز في خط مستقيم محدد أو يلف بشكل حلزوني حوالين نفسه. وبيستقبل الإشارات دي أفراد تانية من الروبيان، وبيعرفوا الغرض من الإشارة إيه، إذا كانت تحذيرية أو للزواج أو لأي شيء تاني. يعني بدون مبالغة تقدر تسميها لغة الضوء. لو كنت انبهرت من اللي فات ده، حضر نفسك للي جاي عشان هتنبهر أكتر. الروبيان السرعوف بيستخدم الضوء كمان في صيد الفرائس، في واحد من أذكى أساليب الصيد في عالم الحيوان. طب إزاي ده بيحصل؟ تعال أقولك. أغلب الكائنات البحرية عندها قشور أو أسطح عاكسة للضوء، العين العادية مش بتلاحظ ده، لكن الروبيان السرعوف بيشوف بسهولة انعكاس ضوء أجسام الأسماك والقشريات دي. والنتيجة، حتى لو الفريسة مستخبية في الرمل أو لونها مطابق للبيئة اللي موجودة فيها، الروبيان بيقدر يشوفها. وحتى لو المياه عميقة أو فيها عقارة عالية تخلي الرؤية صعبة،
برضه بيكون شايف بوضوح. واسمح لي أعلي الليفل شوية وأقول لك إنه بيقدر كمان عن طريق الضوء المنعكس يحدد حجم الكائن ده قد إيه، وهل هو تهديد له ولا فريسة يقدر يفترسها، حتى لو كان الكائن ده مستخبي تحت الرمل. عارف يا صديقي الشخص المحنك اللي دايما بيقول لك أنا شايف اللي أنت مش شايفه؟ بالظبط كده. الروبيان الصراوف شايف اللي أنت مش شايفه، واللي محدش شايفه حرفيا. والسبب في رؤيته المميزة دي إنه عنده من 12 ل 16 نوع من المستقبلات الضوئية، في حين إحنا مثلا كبشر عندنا 3 بس. تفتكر بس كده؟ أكيد لأ. ده كمان بيقدر يشوف الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، ودول عشان نشوفهم بنحتاج أجهزة رؤية ليلية وكاميرات بإمكانيات خاصة جدا. نظام رؤيته المعقد والعجيب ميزه عننا وعن أي كائن حي تاني على وجه الأرض. ولك أن تتخيل رؤيته عاملة إزاي، وكم عدد الألوان اللي بيشوفها، ويا ترى الألوان دي شكلها إيه، وهل ممكن نقدر إحنا كمان نشوفها في المستقبل؟ تعال بقى ننتقل لجزء الأكشن. الروبيان الصراوف مش بس مميز برؤيته الفريدة، ده كمان عنده قدرة تانية خارقة، وهي هجومه القوي فائق السرعة. بيوجه لكمات قوية جدا بسرعة 35 متر في الثانية، أو ما يقارب 70 ميل في الساعة. ودي سرعة خاطفة حرفيا، أسرع من رمشة العين البشرية ب50 مرة، وتعادل تقريبا سرعة رصاصة عيار 22. متخيل؟ من خلال السرعة الرهيبة دي بتتولد في محيط اللكمة حرارة بتساعدها تكون أقوى وتأثيرها يكون أكبر على الجسم اللي بيستقبلها. وبسبب القدرات دي، لكمة الروبيان السرعوف هي أسرع وأقوى لكمة في عالم الحيوان بلا منازع، ومن خلالها بيقدر يكسر القشريات الصلبة زي الأصداف والمحار ببساطة، وبيتغذى عليها. بالإضافة كمان إنه بيستخدم لكماته للدفاع عن نفسه، أحيانا ضد كائنات أكبر منه في الحجم بعشرات المرات. جمال الكائن ده وسلوكه وقدراته الفريدة خلت كتير من الناس يبقى عندهم هوس يحصلوا عليه، ويتربى عندهم كحيوان أليف عشان يراقبوه عن قرب ويستمتعوا بيه. ولكن الحصول عليه مش سهل أبدا، وأحيانا بيكون غير شرعي ومكلف جدا نظرا لندرته. زائد لازم له تجهيزات خاصة زي أحواض زجاجية معمولة بشكل معين، وأحيانا بيتحط في أحواض زجاجية مضادة للرصاص حرفيا، لأنه بيقدر بكل سهولة يكسر الزجاج العادي.